المهارات الأساسية أنا ممكن أقول إن هما باختصار مهارتين أساسيتين بس هما اللي أنت محتاج إنك تلمهم. أول حاجة الإدارة، أنت لازم تتعلم إزاي تدير عملية الصيانة. احنا اتفقنا مرة واتنين إن أنت من أول يوم أنت مدير، أنت بتدير فريق وبتدير عمليات الصيانة، فعلى أي أساس هتديرها؟ إيه هو العلم ده؟ أنت لازم تكون متمكن منه من أول يوم أنت بتشتغل فيه. إتقانك لمفاهيم إدارة عمليات الصيانة ممكن يكون مفتاحك أصلا للشغل في شركات كتير محترمة ويفتح لك فرص مختلفة خالص عن أي حد تاني. ليه؟ لأن هي دي البوصلة، هي دي اللي هتوجهك إنك تشتغل إزاي. تاني مهارة نقل القدرة الميكانيكية. منظومات نقل القدرة الميكانيكية دي أكتر منظومات أساسية موجودة في كل حاجة في الآلات والمعدات بتاعتنا. ازاي هتقدر انك تتعامل معاها، ازاي تقدر انك توصفها، ازاي تقدر تحميها وتحافظ عليها، ازاي انك لو احتجت انك تعمل ريفرس انجينيرنج لجزء او تعمل ديزاين لجزء تكون قادر انك تعمل ده، ازاي تحكم عليها سليمه ولا بايظه. هو ده مستوى المهارات اللي احنا بنتكلم فيه في منظومات نقل القدره الميكانيكيه. طب ايه هي منظومات نقل القدره الميكانيكيه اللي انا اقصدها تفصيلا؟ انا بتكلم على الشافت، بتكلم على البيرنج، بتكلم على التشينز والسبروكت، بتكلم على الجيرز، بتكلم على البولي اند بيلت. كل المكونات دي انت لازم تكون متمكن منها. باختصار شديد ماده الديزاين اللي انت خدتها في الكليه، بس انا هنا في الصيانه مش بتكلم عنها من منظور التصميم قد ما انا ببص عليها من منظور هو انا احافظ عليها ازاي، وايه المشاكل اللي ممكن تحصل لي فيها، وازاي ان اتعامل معاها بشكل حقيقي في السوق. اتقانك بس للاداره وللمهارات الاساسيه ده بيخليك قادر انك تتعامل في اي شغلانه مع almost 80% من الالات والمعدات اساسا.